هم المرتزقة، يجيئون من كل حدب وصوب بغية المال والارتزاق والمتاجرة بدماء الأبرياء، وليس لديهم أي رادع أو وازع للقتل والإجرام الذي يحترفونه ويمتهنونه. الإرهابي المدعو أبي زيد التونسي واحد من هؤلاء القتلة الذين قتلوا أخيرا على يد قواتنا المسلحة الباسلة مع مجموعة من المرتزقة الأجانب من جنسيات مختلفة حين داهمت وكرا للإرهابيين في حي سيف الدولة بحلب. مصدر إعلامي تونسي أكد مقتل الإرهابي أبي زيد، وكشف عن لقاء سابق له مع وكالة الأنباء الفرنسية AFP اعترف فيه بقتاله إلى جانب العصابات المسلحة في سوريا، بالإضافة إلى أنه كما قيل كان من أمهر القناصين والذين قتل على يديه العديد من الأبرياء. الإرهابي أبو زيد لم يخجل حين اعترف أمام الوكالة الفرنسية بأنه يحترف الارتزاق والإرهاب والقتل، فكانت نهايته كنهاية أي مجرم تسول له نفسه بسفك الدماء وترويع الآمنين. والأكثر من ذلك أن الإرهابي أبا زيد كان يعتبر نفسه جهاديا مستقلا، بمعنى أنه كان يمارس القتل والذبح والقنص لحسابه الخاص، وذلك يوفر له ربحا ماليا أكثر مما لو كان يعمل لحساب جماعة بعينها، إضافة إلى أنه كان يعمل كمنشد يرفه عن المجرمين القتلة ويطربهم، وكل ذلك كان مقابل المال. هذا القاتل المأجور هو واحد من بين العديد من المرتزقة الذين دخلوا إلى سوريا ليعبثوا بأمن وأمان المواطن وليحققوا غايات أسيادهم الذين ينفقون عليهم الكثير والكثير من أموال شعوبهم، والهدف هو تدمير الأمة فقط، خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني الذي سيحول هؤلاء المشايخ إلى صبيان يخدمون المصالح الاستعمارية في المنطقة.